رغم رفضه السابق لعرضه، إلا أن الهلال لا مازال مصرا على التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنديز نجم دفاع ميلان، وقدم عرضا جديدا للنادي واللاعب في ظل الحديث عن انفراجة في الصفقة بعد محاولة أولى فاشلة حاول فيها الهلال جاهدا ضم هيرنديز قبل انطلاق كأس العالم للأندية، لكن عرضه قوبل بالرفض من جانب اللاعب رغم موافقة ميلان. الهلال توصل لاتفاق مع ميلان على ضم مدافعه الفرنسي مقابل 30 مليون يورو بجانب 5 ملايين مكافآت مرتبطة بالأداء، وقد عرض على ثيو راتبا سنويا قدره 20 مليون يورو، لكن اللاعب رفضه لرغبته الاستمرار في أوروبا. ذلك الرفض أدى لفشل الصفقة، وتدخل أتلتيكو مدريد للتعاقد مع اللاعب، وهنا وافق هيرنديز على العودة لناديه السابق، لكن العرض المالي لم يلبي طموحات ميلان لتتوقف المفاوضات. تغيير موقف اللاعب نحو الموافقة. في هذا السياق وصلت العديد من التأكيدات الصحفية من بعض الصحفيين الإيطاليين الموثوقين من محيط اللاعب فريق ميلان. الصحفي لون ثيو هيرنديز بات قريبا من الانضمام إلى الهلال، الناديان يتفاوضان حاليا على التفاصيل النهائية للصفقة، واللاعب منفتح على الانتقال إلى النادي السعودي. في تغريدة أخرى على تويتر قال فيها: نادي الهلال خفض قيمة الحوافز المقدمة إلى ميلان، لكنه رفع العرض المالي المقدم لثيو. ثيو سينتقل إلى الهلال مقابل 30 مليون يورو. يوم الغد سيكون حاسم للصفقة. دي مارزيو. لأول مرة يظهر اللاعب بودرة انفتاح حقيقي. خلاصة الحديث: المفاوضات بين ميلان والهلال السعودي بشأن ثيو هيرنديز من المؤكد نشهد تطورات مهمة، ولأول مرة يظهر الظهير بوادر انفتاح حقيقي وملموس تجاه النادي السعودي. قد تحسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة. يقيم اللاعب هذا الاحتمال، وقد أبدى استعداده للمفاوضات. سيتعين على الطرفين التوصل إلى اتفاق وتفاهم كامل، لكن إشارات اللاعب تشير إلى وجود انفتاح.